قصه انه لابس احمر الكلام ده قله مش افرض ان هو لابس احمر لا اهلاوي خلاص اضربه؟ لا طبعا ما ينفعش. ثانيه واحده ادي واحد. نمره اثنين القانون بتاع مين اللي ضرب؟ معلش يا معلم. انت جيت امتى يا ابني؟ طارق حامد بيضربه انت جيت امتى الاول؟ ده غاطس قوي ده مش باين يا ابني استنى. اتفضل يا ساكن الشارع. وقفنا حضرتك عند افرض لو هم حتى اهلاويه. اضربه؟ لا ما ينفعش. الاثنين بقى الامن العاديين كانوا لابسين احمر؟ لا تضربهم ليه؟ طيب ثانيه واحده. الراجل في المكان ده كان بيعمل ايه؟ طبقا للقانون بتاع الفيفا من اول ما اتعمل الفار لما الحكم يروح يشوف الشاشه ممنوع حد من المتنافسين يروح جنبه. ده قانون. طيب يا باشا عقد سامسونج 350,000 دولار. تمام. الدولار كان ب 16 يعني سامسونج ما جابش 7 مليون. شكرا. عقد سامسونج كان فيه بند انا عامله بالظبط. في اي وقت عايز تمشيه مشيه. ما عملتش كده ليه؟ بيقول لك اللي هياخد عقده كامل لو مشوا. يا ابني بقول لك كان في وقت معين نفهم اخر سنه كان في بند كده عايز تمشيه يا كشري مشيه. نسي. وعلى فكره خالد بوطيب انا ترجمت الحكم وترجمت الشكوى. هو كسب القضيه بايه؟ احنا اللي شاكينه. احنا اللي شاكينه على فكره. ليه؟ بعد ما رجع من روسيا مصاب بعته يتعالج في فرنسا. بعته يتعالج في فرنسا. يوم العمليه هرب. احمد دكتور احمد اسمه ايه الدكتور بتاع النادي محمد اسامه كتب مذكره بالكلام ده. وقت معين يا باشا عقد سامسونج 350,000 دولار. تمام. الدولار كان ب 16 يعني سامسونج ما جابش 7 مليون. شكرا. عقد سامسونج بعد الكره. هقول لي شيكابالا اللي رجعك اللي السلك هنا ولا السلك هنا بيشيل؟ لا ما تخافش السلك ده بتاعه حلو دي والزجاج. بس ده غلط شويه. عايز اقول له اللي رجعك للحياه الرياضيه بعد ما كنت خلصت شوف انت عملت معاه ايه في البيانات اللي انت عملتها وكتبها لك ممدوح عباس عشان يمشي. كان مشطب الكوره فعلا. خلاص يا اخيرا كلمه للاسره. الزمالك كان في الماتش الاخير ليه في السوبر مع الشرق اداؤه كان اداء كويس. يا ابني انا قلت خلاص معلم الشرق. طب بالنسبه لاداء الزمالك في الماتش الاخير قصه سامسونج ممكن توضح لي بس عقد سامسونج عشان في كلام كتير على القصه عقد سامسونج يا عم ايدك يا عم. انا باركت للنادي الاهلي لما كسب العين الامارات. انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي ايه؟ على الغريب. تمام. الفيلم اللي معمول لي من دول اصل هي كاس صفيح. لا دي مش بطوله. عايزين نبطل هبل. انا خدت كازوزه فرحان بيها وانا وجمهوري. انا حر. انت زعلان ليه؟ اصل مش بطوله بطوله بالشكل ده. كفايه في الكلمه بتاعت ان ثواني يا الزمالك استاذ اكبر قلعه مش عارف بالظبط بقى بالظبط. ثاني ما هو ده السؤال الجاي. الزمالك من اكبر القلاع الرياضيه. حط لي منها. مش اكبر من اكبر. ارجع شويه مشونا. احنا اللي شاكين. استغل ان احنا مشينا وعمل شكوى. وقال الانذارات اللي جات لي دي بالعربي وانا اصلا ايه فرنساوي. بعت لحسين كشري 2 فويس بصوت مين؟ خالد بوطيب بيتكلم عربي. تمام. قدمهم للمحكمه. هو كان دي حجته. انا بعتوا لي انذارات بس بالعربي. كان زمانهم ايه؟ كسبنا القضيه. بلاش قرف. يلا. يعني انا عمري ما حتى تناولت اي نادي او اي لاعب بكلام غير محترم. لان احنا كحكام او كنت كرئيس لجنه حكام دايما بدعو الى ان احنا كلنا نكون ايد واحده. والتحكيم المصري دي اهم جمله يا كابتن عصام. الحكام لو ايد واحده كل المشاكل تتحل. اتفق معاك يا كابتن عدلي ان ده جزء من مشاكل التحكيم في مصر. طيب المشكله جزء من مشاكل الحكام كان القبض بتاعهم منين ودلوقتي منين؟ القبض زمان خالص في الجيل اللي قبل ده كان من الانديه ثم رجع من النادي منظم المباراه للمباراه. صحيح. ثم رجع الى اتحاد الكوره. بالظبط. طيب ده اللي حصل. كابتن عصام نسب اليك تصريح امبارح برضه على احد المواقع ان انت قلت النادي اللي بيطالب بخبير اجنبي للتحكيم
هو اللي سبب خراب التحكيم، هل ده حصل منك؟ ده انا المداخله بتاعتي واضحه يا استاذ ابراهيم، مداخلتي واضحه. بقول لك انت في الامارات مش كده؟ لا انا في مصر حاليا دلوقتي. الكلام واضح. المداخله انا عاملها اول امبارح تقريبا. يا كابتن عصام احتواء، وحشتنا انت وروح بروتوكولك.